بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. كنت عملت لايف النهاردة العصر كده بخصوص موضوع الطفل ياسين، وكان ليا وجهة نظر بطلب من حضراتكم إنكم تسمعوها، سواء اختلفتوا معاها أو اتفقتوا، مش دي القضية. المهم إن انتوا تتفهموا وجهة نظري في اللايف اللي فات بخصوص موضوع الطفل ياسين، وليتفق من يتفق ويختلف من يختلف، وعلينا أن نعلم جميعا أن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. جلسة المحاكمة بكرة إن شاء الله، نتمنى أن الحقيقة تظهر. ووجهة نظري زي ما قلت لحضراتكم، اللي ما حضرش معانا اللايف النهارده العصر موجودة في اللايف بتاع النهارده، وإذا حبيتوا آخر اللايف ده نتكلم شوية في الموضوع ده برضو، لو حد عنده استفسار فيه أو حاجة، حتى لا يساء فهم. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. طيب، في كلام عن، او يعني في تصريح من الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يعني مطلوب عبور السفن الحربيه والتجاريه الامريكيه لقناه السويس وبنما فور فري، مجانا يعني، على راسه بطح. ولما طلع التصريح ده طبعا مصر الدنيا قامت، المصريين قاموا بالواجب. وطلع الرئيس البنمي او رئيس بنما ورد وقال له ممر بنما ده ممر له سياده، وقال كل الكلام اللي احنا ممكن نقول زيه بالظبط. ممر بتاع بلده، بيفرض رسوم وفي خدمات وفي بتاع، هو الراجل رد يعني. وهنا اثير تساؤل بين الناس، الرئيس السيسي ما طلعش رد ليه؟ وبيني وبين حضراتكم انا دماغي بتاخدني للسكه دي، هو ما طلعش رد ليه الرئيس؟ بس اما تفكر يرد على ايه؟ يرد على ايه؟ هو في احتمالات يعني. هو ترامب مثلا اتكلم في العبور المجاني من قناة السويس، هو المجنون كل ما يقول كلمة احنا هنطلع نرد عليه؟ ما هو قال وقال وقال ولسه هيقول، واحنا حياتنا بعد كده هتبقى ترامباوي خالص. فهل مطلوب من الرئيس السيسي انه يطلع يرد؟ بصراحة لكن ممكن اتبنى وجهة النظر التانية. ايه؟ قول اللي انت عايزه واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. ودي يعني سياسة بطيئة هادئة ثقيلة، يمكن ما تتفقش مع المواطن. المواطن بيبقى سخن، يقول انت بتقول ايه؟ عايز قبل ما يقول انت بتقول ايه يلاقي السيسي طالع في التلفزيون يقول له اقف مكانك. وده في السياسة ما ينفعش يا مليجي. ما ينفعش إذا ما كان منهج رئيس بلدك عموما مهذب وسلمي وسياسي وكذا، وما بيحتدش في كلام مع زعماء وغيره. ربما لو كان عندنا رئيس تاني مثلا زي الرئيس عبد الناصر طيب الله ثراه، كان بيطلع يقول لها انت بتقولي ملكة انجلترا بتقول عليها ابن كلب، طب انت بنت 60 كلب. هو كده، ده رئيس وده رئيس. دايما الطلب الشعبي بيختلف مع وجهة النظر السياسية او القيادة السياسية او الدولة بمؤسساتها. المواطن سخن، عايز الكلمة، انت بتقول ايه؟ اسكت له، قوم اديله، عايز كده يعني. سواء حتى لو طلع بيان من الخارجية يرد، لا المواطن مش مستقنيس، انا عايز حد يرد على ابن المأستكة ده. انما خلينا نتفق ان احنا يهمنا النتيجة اكتر من الوسيلة. لعلم حضراتكم ترامب لن يتوقف عن اطلاق تصريحاته المؤذية ليك والمحرجة والمستنزفة اقتصاديا تحقيقا لهدف اسمى حضراتكم عارفين. هو ترامب عايز يعمل ايه؟ قال لك اصل احنا بنحمي قناة السويس. المعلومة دي جديدة عليا، انا ما كنتش اعرف. انا ما كنتش اعرف ان انت ولا امك هنا. فبتحميها ازاي؟ انا مش عارف. هو نوع من انواع البلطجه. خلاص امريكا واخده خط البلطجه بزعيم يخبط في السقف ويقول لك طب تعالى عاوز انزل لك دورين ونقرب مع بعض. هو ده نظامه. ترامب مش هيفتح حروب في اماكن، حروب بالوكاله ممكن مع الكيان الغاصب، لكن ترامب هيستخدم سلطته كدولة رئيسة مجلس إدارة العالم وسلطته كرئيس عنيف وقوي في إنه يخبط أي دولة وبعدين يقول له تعالى نتفاوض ونقعد وصولا إلى صفقة. أنا بشوف إنه تعامل الدولة المصرية مع ترامب تحقيقا
للاصول والحق ان مفيش نمله تعدي من قناه السويس ما تدفعش، ده امر احنا لازم نكون متمسكين بيه ومستنيينه، انه يبقى فيه رد على ده عملي على الارض. انا مش هبقى مبسوط بتصريح وابص الاقي السفن الامريكيه بتعدي ببلاش، لا 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 لا، مش عاوز تصريح، لكن عاوز رد. شوفوا احنا مش هنقدر نوقف بيسموها ايه، سفسطه الغرور والعنجهيه الامريكيه، احنا مش هنقدر نمنعهم يطلعوا تصريحات، لكن نقدر نقول لهم انه لا استجابه لهذه التصريحات. لكن عندي هنا سؤال، هو ما زالت السفن الامريكيه ليها اولويه في العبور؟ ليه؟ هنا حد هيقول لي يا استاذ هيثم اتفاقيات، بقول لك ايه، هي الاتفاقيات دي بتمشي علينا احنا بس، ما بتمشيش على ولاد المؤستكه. هو قانون حقوق الانسان ما بيمشيش الا علينا احنا بس، ما بيمشيش على اللي بيبيضوا دول، هو كل حاجه بتمشي علينا احنا بس. طيب ايه الرد؟ حد هيقول لي يا استاذ هيثم ما احنا لو عملنا كده هيبقى في صدام. ما هيبقى في صدام. اسمع يا صديقي، انت بتحاول تفادي حل جميع مشاكلك الملحه واولهم سد النهضه خوفا من صدام قادم شئت ام ابيت. يا فندم الناس دي ما بتهبهبش، الناس دي رسمه خطه وماشيه فيها. هيزنقك اقتصاديا بقناه السويس، او هيزنقك بالديون، هيزق عليك صندوق النقد، بص هيعمل معاك كل حاجه عشان تتحوج له وتقول له يا عم طب تعالى نحل. طب هل احنا هنعيش تحت الضغط ده؟ هنعيش تحت الضغط ده لحد امتى؟ لحد بقى يا يحققوا نتيجه يا يفشلوا في تحقيق نتيجه. ده هنعرفه ازاي؟ من الاحداث. انما التطاول الامريكي لما ما يلاقيش رد سياسي، دي انا اقف عندها. المفترض انه لما يطلع رئيس اكبر دوله في العالم يتدخل ويعتدي على سياده دوله كبيره زي مصر، ويتدخل في شؤونها ويطالب بعنجهيه ان سفنه تعدي مجانا، دي بلطجه. الرد المصري السياسي هنا كتسجيل مواقف من الدولة المصرية اللي هو هنكتبه في التاريخ. يعني احنا دلوقتي بنكتب في التاريخ انه لما ملكة انجلترا عملت كده الرئيس عبد الناصر ده اتكتب في التاريخ وصوت وصورة. طيب احنا هنقول ايه في التاريخ لولادنا لما نكتب لهم ان رئيس امريكا قال كده؟ هنقول لهم ان احنا ردنا قلنا ايه؟ انا مش عايز رد، بس عايز اكتب التاريخ. اكتب اقول ايه؟ طنشناه. ما هو سياسة الطناش، أنا شايف إن الدولة المصرية بتتعامل بسياسة أنا مستغربها الحقيقة، حتى بتتعامل بيها معانا إحنا كمواطنين. قول اللي أنت عايزه وإحنا هنعمل اللي إحنا عايزينه. يبدو أن هذه السياسة تمتد حاليا إلى الخارج في إصرار واضح من الإدارة المصرية، قول اللي أنت عايزه وإحنا هنعمل اللي إحنا عايزينه. طب وده يزعلك يا أستاذ هيثم؟ نسبيا. ليه؟ يا أخي الكرامة ملهاش قانون، زي ما العيب ملوش قانون. الكرامة كلمة برد، زي ما الرئيس السيسي لما تطاول الرئيس ترامب وقال لك هندخلهم غزة، وطلع الرئيس السيسي قال لا، فطلع في نفس اليوم ترامب قال لك لا هندخلهم، قال له تعليق زيارة. هو الرئيس عمل كده ليه؟ وهو ده كان المنطق والعقل الوحيد ان الرئيس يعمل كده. ده ايه بيه؟ انت بتعلي لي السقف، انت جايبني عندك تعدي جنبك تقول لي تهجيرني، مش كده؟ وانا من الناس اللي طالبت سيادة الرئيس ما تسافرش يا ريس للراجل ده، علق الزياره، يا يعتذروا عن التصريحات دي يا نبدا من ارضيه جديده. اما ارضيه كان الرئيس يروح يقعد في مكان ما قعد الملك عبد الله ملك الاردن، كانت هتبقى حكايه كبيره قوي. فدي بيبقى مطلوب فيها رد سياسي. طب الرد السياسي ده ممكن يبقى ازاي؟ الرد السياسي رسائل بتبقى مباشره من وزاره الخارجيه او غير مباشره على لسان رئيس الجمهوريه بشكل غير مباشر. الرسائل المبطنه بتوصل، وغير مطلوب ابدا اي صدام سياسي ولا مع امريكا ولا مع غيرها، انما غير مطلوب الصمت على سفسطه امريكيه وعلى اعتداء على السياده على دوله زي مصر. لا مصر ولا اهلها هياكل معاهم الكلام ده. مين اللي هيطلع صوت ويرد عن اهلها غير رئيس الجمهوريه؟ انا شخصيا لا يكفيني بيان الخارجيه ابدا. ليه؟ ما هو اللي قال الكلام رئيس امريكا، مش وزير خارجيه امريكا.
عشان مثلا سياده السفير بدر عبد العاطي يطلع بيان ان احنا بنشجب وندين تصريحات السفير، ولا مطلوب من الرئيس السيسي انه يطلع بيان بشجب وادين تصريحات ترامب، لكن مطلوب انه يتكلم مع الشعب المصري في رساله مبطنه الى ترامب وغيره ان هذا الكلام لن يكون في مصر. يمكن القضيه ما نكسبهاش بالطريقه دي، لكن صدقوني التنازل عن جزء من الكرامه بالتوقف عن الرد عن تصريحات وهرتله ربما تبدو للسياسيين والكبار انها عقل متزن، متفق مع حضرتك، انما يا سيدي الكريم في رأي عام، في رأي عام محلي وعالمي، وفي وجهات نظر بتتكون عن مصر. ما تنتظرش من العالم كله انه يعمل دراسة دكتوراه في صبرك زي ما صبرنا 14 سنة في ملف سد النهضة. مش مطلوب من العالم انه يعمل دكتوراه في صبرنا، لان احنا نفسنا غير قابلين وراضيين عن الصمت في ملف سد النهضة. مش هيبقى مفيد ابدا ان انا العالم مش هيقعد يدرس الدكتوراه بتاعتي، مش هيقعد يدرس قد ايه انا كنت. لا يا فندم، اول ما نضرب السد لو ضربناه العالم كله هيقوم علينا. كنا بنستنى 14 سنة ليه؟ فتسجيل المواقف اولا بيدي جرعه معنويه للشعب المصري ووعد من قيادته السياسيه انه بيتصدى للكلام ده وبشكل شخصي رئاسي. مش لازم الرئيس يطلع يقول الرئيس ترامب يقول كذا، لا احنا مش خالص. الرئيس يعلم اكتر مني ومن حضراتكم ازاي يقول كلام متزن يوصل للراي العام المصري والدولي ولترامب نفسه في كلمتين. اما ان احنا نتساب احنا كمصريين نرد على الهرتله دي دون رد سياسي من الدرجة الأولى من القيادة السياسية من رأس الدولة، أنا كلام ربما أختلف معاه قليلا وإن اقتنعت بعكسه، لكن أنا عندي رأي عام مستني كلمة الرئيس في الموضوع ده بوصفه رئيس الدولة وقائد الأعلى للقوات المسلحة. إنما إن أنا أمشي بسياسة تقول وسمعت برضو، ودي أنا مش متأكد منها، إن مصر زودت رسوم العبور على ما أعرفش، لأنه زي ما حضراتكم عارفين الفيسبوك بقى يعني بيئة خصبة للأخبار الكاذبة، وممكن في ثانية تقع في غلطة إن أنت تناقش خبر كاذب. فأنا كل اللي بطلبه من الدولة المصرية، أنا مش بطلب تحديد موقف لأني أعلم تماما موقف الدولة المصرية ورئيسها، وأعلم أكتر موقف الشعب المصري صاحب البلد. لكن يا حضرات السادة، تحديد المواقف وإعلانها وعدم السكوت عن الهرتلة والهرطقة أصبح أمر بديهي. استفيقوا يرحمكم الله، ألا قد بلغت اللهم فشل. اتكلمنا عن اتفاق بلا قسطنطينية بلا ده هو بيضرب. مفيش يا باشا اتفاقات، مفيش. أنا الحكومة. طب ده لازم يترد عليه، إلزم مكانك من غير أزمات سياسية. أحمد ميدو شايف إن الصمت ده مش في صالحنا. طيب المهندسة عزة بتقول لي خلينا زي الصين جعلته يتراجع. أستاذة باشمهندسة عزة، حضرتك عارفة وأنا عارف إن إحنا مش الصين، الله يرضى عليك. الصين عندها أدوات، عندها اقتصاد قوي، عندها أدوات، عندها حاجات كتير مش عندنا. طيب بصوا يا جماعه، هو في اولا بكره ان شاء الله في اجازه الاربع لسوء الاحوال الجويه، يعني في اجازه في جميع مدارس الجمهوريه، ده رئاسه مجلس الوزراء اللي اعلنت، وانا كتبت لحضراتكم على الصفحه بكره ان شاء الله كل المدارس في جميع انحاء الجمهوريه اجازه. الامم المتحده قالت تصريح متداول، قالت انفاق مصر على فوائد الديون يفوق انفاقها على التعليم والصحة. انفاق مصر على فوائد الديون، دي الفايدة مش الأصل، يفوق انفاقها على التعليم والصحة. عندي سؤالين. السؤال الأولاني، إلى متى؟
السؤال التاني والاهم، مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول ان دولة في الظروف دي بدل ما يعني الاهتمام بالتعليم يكون أولوية أولى، إنه تعالى تعليم كده وصحة كده والإنفاق يبقى على فوائد الديون؟ ده لقد إيه وهندخل على الديون إمتى؟ يعني إحنا بننفق دلوقتي إنفاق عالي على فوائد الديون، طيب إنفاقنا العالي علشان نسد الديون هيبقى إمتى عشان نبقى خلصنا من الديون وفوائدها؟ يعني معنى كده إن أنا هتني كل ده بعيد كل البعد عن ما يجب عمله في التعليم وفي الصحة. طب احنا بنتكلم عن نجاح ايه؟ بنتكلم عن مواطن مش متعلم ومريض، حضرتك عايز تنجح بيه ازاي؟ بس فاهمني، عشان انا علمي مش جايبني ان افهم ان في بني ادم لم ينل قسط من التعليم وصحته مش وعنده فقر دم كما صرح دولة رئيس الوزراء. حضرتك عايز ايه من المواطن ده؟ عايزه ينتج؟ عايزه يصنع؟ عايزه يصدر؟ عندي كلمة واحدة بس هاخدها من الرئيس السيسي، بأمرتين. بأمرتين حضرتك. عندي وزير تعليم طلع قال مش مهم صحتك دلوقتي، ركز في شغلك. كانوا زمان بيكتبوا لنا على أسوار المدارس من الداخل والخارج: العقل السليم في الجسم السليم. كان عندنا حصة تربية رياضية، كان عندنا أنشطة رياضية عشان العقل السليم في الجسم السليم. لا، النهارده الجسم السليم مش مطلوب، ضحي بالجسم والمهم العمل. طب هو فين العمل؟ التصريح ده من الأمم المتحدة. انت متخيل انك بتكون بتنفق انفاق اعلى انفاق عندك على عدم تعليم ولادك وعدم الاهتمام بصحتهم؟ انفاق في الدين، في فوائد الدين. البلد دي امتى ممكن تنجح وامتى ممكن تتحرك؟ وان نجحت وان تحركت بظنكم، ربنا يحفظها ويصونها دايما يا رب. لكن امتى ممكن البلد دي تبقى افضل بكتير اذا ما كانت موازنة مصر؟ مش هكرر الكلام، استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فاشهد. ابو السيد رخا، ابو السعيد، الاستاذ ابو السعيد يقول لك بلاش تعليم، يطلعوا على التيك توك يلعبوا جوالات. انت بتقول فيها؟ حضرتك بتقول فيها؟ يا فندم، الناس النهارده بيقعدوا يقولوا لبعض كده: اعمل لك يا عم بتاع التيك توك واطلع كده هرتل وهيس مع الناس، اعمل لك 500 600 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون دولار. يا حستي السوحه يا نعم. بقول لكم ايه، ما تيجي نعمل لايفات تيك توك ونطلع ملايين الدولارات؟ هو انا ما اعملش مليون دولار ليه كل يوم؟ ما انا هو شاكر احسن مني؟ كده دولارات وكده استرليني ونقفل بقى شغلنا يا راجل. شغل ايه يا راجل؟ هو انا هكسب في شغلي مليون دولار؟ مليون جنيه، اسف، مليون جنيه في اليوم في اللايف؟ بيتعمل ازاي ده يا رجاله؟ انا قررت اصفي اعمالي كده على اللايف بتاع التيك توك. هو اللي بيجيب فلوس. فيسبوك بيقول لك ما بيجيبش فلوس، تيك توك يقول لك اسد وطياره وحوت، وده قاعد لهم كده. مليون جنيه في اليوم واحنا عايزين العيال تتعلم ليه؟ عشان ايه؟ عشان ياخدوا الحد الادنى؟ يا صديقي العزيز، الناس عايزه تتعلم، الولاد والاهالي بيبيعوا جلدهم عشان يعلموا عيالهم، بس الدوله مش مساعده يا جماعه الخير. الدوله وان بدت عامله تعليم ومنظمه ليه، انا اسف ما تزعلوش مني، انا مش ببخس حد، لكن مش ده التعليم اللي انا اتمناه يبقى في بلدي، ولا ده التعليم اللي انا بشوف انه هيخرج شباب تشيل البلد دي. انا بحذركم ونفسي ان اللي جاي للبلد دي اجيال قسما بالله هتعمل كل اللي احنا حاربنا عشان ما نعملوش. تيجي تقول له في 100,000 ماتوا في سينا، يقول لك يا عم صلى على النبي، اللقمه هيبيع هيسلم. تكلمني عن ولاء وانتماء، بأمرت ايه يا فندم؟ بأمرت ايه؟ انت لا علمته صح ولا اعتنيت بيه صحيا، بتكلمني في ايه؟ ولا اديته ولا عارف ياخد شقه يتجوز ولا اطالبه بانتماء؟ طب ده تأسيسا على ايه؟ عافيه؟
اهو محمود صديق بيقول لك تعالى يا استاذ بنقول كبسه كبسه. بقول لك يا محمود، انا كل يوم يا محمود بصحى اروح الشغل واوجع قلبي، والموظفين مطلعين عيني، وفلوس بتطير وما بتجيش، وغلا واكل قلبنا مش عارفين نشتغل. طب ليه؟ عشان اكسب كام في اليوم؟ يعني انا بكسب كام؟ طب ما انا هقعد على اللايف هنا يا محمود، وانتوا تيجوا هناك كلكم تكبسوا ونقسم مع بعض، يعني انا اخد 90% وانتوا 10%، عداله. اه والله، او ناخد الفلوس دي نعمل بيها حاجه للناس الغلابه عادي. يعني اقصد اقول لك ايه، يعني اذا كان حد النهارده بيطلع يقبل يشتغل مثلا في حته اقل، يعني مثلا تلاقي مهندس وراكب اوبر مثلا، طب ليه يا فندم؟ ما هو يقعد يهزر شويه على التيك توك، او راجل زي رجل اعمال رئيس شركه ووجع قلبه وضرايب وبتاع ومشاكل وموردين وناس نصابه وناس لا يا برنس، انا اقعد كده واشغل مزيكا جنب مني ونقعد نتكلم وكبسوا كبسوا. اشتغل ليه؟ اللي بيفكر كده غلطان. خلاص يا فندم، نضربه على ايده ونقول له تعالى تعالى اشتغل هنا. انما اوعى تطالبه ما يحفرش ويجيب جنيه لعياله، مع اختلافي مع اللي بترقص واللي بيعمل غلط. انا اقصد اقول لك ايه، فكره اللجوء لشيء بيجيب فلوس عمرها ما كانت حرام. الحرام والغلط انك تعمل استخدام لهذا الشيء مسخره وقله ادب وتاذي نفسك ومجتمعك. انما ما تقوليش واحد مش عارف يعيش وعمل بيعمل فيديوهات عايز يعيش. طب انت طلباتك منه ايه؟ نوقفه بس شغله، ولا انت عايز ايه؟ ميه وهوا نقفلهم؟ احنا لازم نعمل مباحث اسمها مباحث التيك توك. او محمد عوضين بيقول لي انت جرب واحنا معاك. انت يا محمد انت حسيت فيها ابو قسم، قلت طب وماله، والاستاذ هيثم له شعبيه وهنكبس له وهيعمل له قرشين. عارف انا لو عملت قرشين اخدهم واهرب. وادي حسن مصطفى، الحكومه سلمتنا تسليم اهالي المدرسين والدروس الخصوصيه صبرا جميلا. صبرا جميلا. احنا عندنا وزير تعليم ان شاء الله ربنا يعيننا عليه. قضي الامر. نستنى بس موضوع الطفل ياسين ده وحكم القضاء، ونشوف الحكايه كانت ايه، ونتكلم بقى في الليله كلها، لان ده هتبقى ليله كبيره يا خال. هتبقى ليله كبيره والخبط فيها هيبقى كبير. كبير. ما هو هتك طفل، عرض طفل في مدرسه ده مش هيعدي على خير بقضيه. لا، في مسؤوليه سياسيه. عشان كده انا مش عايز اناقش القضيه دي دلوقتي. بعد الحكم عشان نقعد كده اسند ظهري ونقول حق الله. تيتا توتا بتقول لي بس دول بيعرضوا لحمهم، وانا موافق يعني يا تيتا توتا على كده. طبعا ما ينفعش. انا اقصد اقول ايه، لو حد عنده ملكه يقدر يتكلم سياسه، يتكلم في هندسه، يتكلم في دروس، في اي حاجه، يقدر يطلع جنيه مش حرام. انما طبعا اللي بحياتي بتقوليه ده طبعا مرفوض شكلا ومضمونا. بتقول ما يعملوا محتوى هادف لانهم فضحوا البلد بحالها. فضحوا البلد بحالها؟ ما انا بقول لحضرتك احنا محتاجين مباحث التيك توك. مين حضرتك؟ انا رئيس مباحث التيك توك على طول كده. بص، المباحث الوحيده في مصر اللي هيبقى عندها شغل عايز 86 ساعه في اليوم. والله، والله اقسم بالله. عايز معاه 500 600 ضابط وامين قاعدين بيتفرجوا، يقول له تعال انت ترقصي، تعالي خد اطلع يا بيه هاتها كان على طول. يا جماعه ده قبضوا على كذا حد، مفيش ردع. يا عم اعمل اللي انت عايزه بس ما تاذيش نفسك وتاذينا. ما كلنا بنخطئ وكلنا فينا عيوب، ما بنطلعش على التيك توك نعملها. ربنا يهديكم ويهدينا ويهدي الجميع يا رب. في مصر ما فيش مسؤوليه سياسيه، ده عند ام حسين. لا في. اهدى بقى عشان ما تسخنيش ونستنى الحكم. لا يا فندم في. انا ما بوديش ابني ولا حفيدي مدرسه يغتصب. انت في ايه؟ تقول لي حكم ايه؟ حكم ده جنائي، في مسؤوليه سياسيه. انت حضرتك بتقول ايه؟ ايه اللي ما فيش؟
مفيش مسؤوليه سياسيه؟ امال في ايه؟ في عيالنا يروحوا يتعمل فيهم كده؟ انت راجل طيب باين عليك ولا ايه؟ يا سلام، وهيحصل ايه تاني والسيد الوزير في مكانه؟ يا جماعه بس ننتظر بعد اذنكم، عشان بس ايه رجلنا ما تسحبش كده ونجيب سيره الناس ونحكم على الناس، نستنى القضاء يقول ايه. ولكل مقام مقال. حبيبي يا استاذ محمد، احبك الله يا حبيبي. آه، انا عايز اقول ان انا متضامن مع نقابه المحامين المصريه في رفضها للرسوم القضائيه الجديده. القضاء والعداله لن تكون لمن يستطيع اليهما سبيلا. لا يا فندم، ده كلام يعني مش دستوري. وانا انتصر لنقابه المحامين المصريه وادعمها شكلا ومضمونا في رفضها لهذه الرسوم. العداله في مصر ليست لمن استطاع اليها سبيلا. العداله في مصر حق للجميع، لا يستطيع احد نزعه او شرطه بمبالغ ماليه لا يستطيع المصريين سددها. ادعم موقف نقابه المحامين المصريه شكلا ومضمونا. استاذ محمد الرئيس بيقول لي طب اذا كانت القضيه دي اللي ظهرت ما خفي كان اعظم، والله ما انا معاك يا استاذ محمد، بس انا بقول ايه، ما هو ده جزء من اللي هنتكلم فيه. احنا يا جماعه اذا كنا فاكرين، انا مش عارف اقول ايه، اذا كنا فاكرين انه القضيه دي في حاله ثبوت صحتها هي الوحيده، انا اسف يا فندم، انا مش هعمل زي النعامه واحط راسي في الرمله. لا 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 لا. طب في تاني من المؤكد، من المؤكد ايه، في تاني ناس بتبلغ وبيتحقق وفي ناس ما بتبلغش يقول لك فضايح. احنا لازم نفكر في الطفل ده، ما نجيبش سيرته ولا صورته. يا جماعة الخير، الاهم من ده كله القضية دي ايه؟ القضية دي الحق هيجي، لكن الاهم من ده ايه؟ كل واحد في حضراتكم عنده طفل او طفلة، اقعدوا مع اولادكم وفهموهم، فهموهم بالطريقة، ادوهم الامان ان لو حصل ده يجوا يتكلموا معاكم، فهموه، لان في طفل يا عيني ممكن مش فاهم، حد بيقلعه البنطلون مش فاهم حاجه، فلازم يبقى في توعيه من الاب والام، يفتحوا حوار مع ابنائهم او الجدود مع احفادهم في القصه دي، ان الاطفال تاخد بالها، واذا حسوا باي حاجه غلط يرجعوا يشرحوا لاهاليهم. ده مهم جدا للحمايه بعيدا عن القضيه وصحتها. لو ثبت ادانتهم يبقى عصابه ويتم اعدامهم بس وخلاص. لا انا ما انا طلعت العصر، ليا وجهة نظر، بس الى حين. اجلوا الكلام لما تثبت، الله يرضى عليكم. وفي حاجة تانية مهمة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. في ناس وانا عارفهم عمالين ينكشوا في الموضوع ده، مسلم ومسيحي. احذروا يا اهل مصر، ان ثبت حقيقة الواقعة دي واقعة فردية، اي محاولة لإظهارها كاتجاه أو ظاهرة همسح بكرامة اللي قالها أرض مصر. احنا طول عمرنا مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض، جيران، بناكل في طبق واحد، بنحمي بعض. هتيجي تحصل حادثة تقول لي فتنة، همسح بيك وبجدودك أرض مصر. انت مين؟ مش هسألك. اصحوا للحكاية دي، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي. دي حادثة ان صحت والمحكمة قالت تمام وأدانت، حادثة. وممكن تبقى العكس، احنا عايشين في وسط بعضنا، ما بنسألش بعض دينك ايه. وارد جدا ابن مسلم ضرب ولد مسيحي، ولد مسيحي ضرب ابن المسلم، انا مش هروح اقول له دينك ايه ودينك ايه، ده ياخدني الفتنة ليه؟ اصحوا لا يضربونا من حتة ما احناش متخيلينها، لان احنا مش عارفين هي هتجيلنا منين. ايه الكلام، ايه اللي ودى كلام مسلم ومسيحي وازهر وكنيسة؟ انتوا هتتمهيصوا. انزل يا بيه على قهاوي مصر،
مسلمين ومسيحيين قاعدين مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بيدرسوا مع بعض. انا عمري ما سالت حد انت مسلم ولا مسيحي، ولا يلزم نعرف. جاي انت تقول لي مسلم ومسيحي؟ خلاص. انا اتعصبت بقى وعايز امشي، انتوا زهقتوني، انا تعبت منكم. استاذ محمد، انا مش عايز افهمك حاجه والله. انا ده بص يا صديقي العزيز، هو بيقول لي يا استاذ هيثم انت عاوز تفهمني ان غسيل الاموال والمسؤولين المتقاعسين عن كل ده مش متعمد على التيك توك. والله انت عارف انه متعمد. انا يعني انا مش عايز افهمك حاجه، انا راجل بقول رايي، قد اخطئ وقد اصيب. عجبك رايي يا فندم، اتشرفت بحضرتك. ما عجبكش ارميه، انا ما بعتلكش رايي ولا غزيتك، ده رايي. بنختلف مع بعض اوكي، لكن انا مش عاوز منك حاجه. لا، فتنه دي عند امهم. فتنه ايه؟ لا يا استاذه حبيبه ما تقلقيش. فتنه ايه؟ المصريين صحيين وفاهمين قوي. وواحد بقى مسلم قتل واحد مسيحي بكره تبقى فتنه، وبعد بكره واد مسيحي عاكس بنت مسلمه تبقى فتنه. استفيقوا. استاذ توما او استاذه توما، يا جماعه بكره مش هيتحكم في القضيه، اكيد هتتاجل. الله اعلم مين اللي قال لك، ما نعرفش. ده قرار محكمه يا حضرات الساده. تتاجل. انتوا عايزين ايه؟ نهتك عرض الناس، نتهم الناس، نبيع شيء مش متاكد. المحكمه تقول وساعتها هنقول والله، بس المحكمه تقول. زي الصور المتداوله للمتهمين دي، يا نهار اسود. يعني انا رايي والله، اطالب السيد مستشار النائب العام، اطالب المحكمه، محكمه جنايات دمنهور، من فضلكم حظر النشر في القضيه دي، لان القضيه دي بتوسع وفي ناس بتنفخ في النار. لمصلحه مين ده؟ دي مش سياسه يا اولاد المأستيكه، دي مش سياسه يا صيع. انتوا عايزين تخبطوا البلد دي من اي جنب. وطلعت بقى اصوات ومسلم ومسيحي. والله حظر النشر القرار الاصح في القضيه دي، ولما يطلع الحكم يعلنوه ونتكلم. انما ده هتك اعراض اللي حاصل دلوقتي. خافوا على الطفل، خافوا على المتهمين لحد ما يبقوا مدانين. ايوه، وانا قلت لحضراتكم في لايف العصر النهارده، يعني انا حد يطلع يقول عليا كلمتين هتصدقوهم وتفضحوني كده، ولا تستنوا السلطات تقول ده كلام مظبوط، عمل كده ولا ما عملش؟ مش ممكن يا جماعه هنبقى بنذبح بعض بالطريقه دي. احنا بقى عندنا فجر في الخصوم، واقعه خطيره ومؤسفه. وانا عندي اولاد وعندي بنات وعندي حفيد، مش لا يمكن هقبل ده. بس مش هقبل ان ده نظلم حد واحكم عليه قبل حكم القضاء. انا ما شفتش حاجه. انا عمري ما طلعت هاجمت حد الا في حاجه قالها او شفتها فيديو او غيره. انما اطلق اتهامات، المحكمه بس تقول ان شاء الله تدي حكم 100 جنيه غرامه، مش اعدام ولا مؤبد، ويحلها ربنا ايدينا. فصبرا جميلا. سوزان عابد بتقول لي انت مسيحي ليه يا سوزان؟ ايه السؤال ده؟ لا انا مسلم وموحد بالله، بس طول عمرنا عايشين مسلمين وسط مسيحيين. طول عمرنا زمايلي في المدرسه مسيحيين ومسلمين عايشين وسط بعض في سلام. عمري ما كنت بسال حد انت مسلم ولا مسيحي. انا اعمل ايه بدينه؟ الدين لله. وهو قال لك انا مسلم وهو ملحد، ايه اموري بقى؟ الامور دي مش بتاعتنا، ولا نتدخل فيها، ولا تكون سبب فتنه في مصر. عايده بتقول المهم ان انا وبعض المتابعين هنا بنحتفل بالذكرى السنويه لمتابعه الاستاذ هيثم. فين يا عايده التورته؟ انتوا متابعين مش جاي منكم حاجه خالص نهائي، ولا حتى حمص الشام. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التبين امر الهي، ربنا امرك قال لك تبينوا، اوعى
لا يا فندم، انا اصبر لحد ما القضاء يقول كلمته، وساعتها لكل مقام مقال. الا قد بلغت اللهم فاشهد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وقتكم ومتابعتكم القيمه، ويا ريت تتابعوا اللايف اللي قبل ده على طول على الصفحه، كنت عامله في الجنينه عن قضيه الطفل ياسين. يا رب يسلمها مع كل ولادنا واحفادنا ومع اهل مصر كلهم يا رب، وهيكون لنا كلام ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي وتقديري واحترامي، تصبحون على وطن تفخرون بالعيش فيه. السلام عليكم.